يبدأ الفيلم مع كاين واللي بينزل من عربية مكافحة الشغب قدام المستشفى مع الشرطة، وبيقابلوا الدكتورة اللي بتبلغهم إن أمه توفت. في الوقت ده الدنيا بتسود في وشه، بس برضه بيطلب من رجالة الشرطة إنه يشوفها، وبيستغربوا هو هيستفيد إيه إذا كانت كده كده ماتت. بس مع تصميمه فبيدخلوه عندها، وبنشوف إنه بيخلص عليهم وبيهرب، وبيروح مالها والأمن بيكون رافضين إنهم يدخلوه، بس هو مش بيستسلم وبيضربهم وبيدخل برضه. وبنشوف ناس كتير جوه ومن ضمنهم تون اللي بيحكي لاصحابه ازاي قدر يجري ورا المجرم اللي بيهاجم روك، بس للاسف بيكون اسرع منه فبيقدر انه يهرب. في الوقت ده بيضحك كاين بصوت عالي، ولما بيسألوه عن سبب الضحك بيبرر لهم ان تون ضعيف فازاي ممكن هيطارد مجرم خطير. فبيتعصبوا من تدخله في كلامهم وعاوزين يعرفوا هو مين ده اصلا، فبعرفهم انه صاحب لينكولن، وبيقعد تون يخدع اللي معاه وبيحكي عن المجرم. بس كان بيعرفهم ان تون بيكذب وانه هرب بسرعة اول ما شاف المجرم، فبيكتشفوا من كلامه ان هو اللي خلص على روك، فبيعلوا اصواتهم على بعض. في الوقت ده بتطردهم صاحبة الملهى وبيجي الامن علشان يطلعهم كلهم بره، فبيمسك كاين السلاح وبيهددهم انهم لازم يقولوا على مكان شخص ما، وهم فعلا بيخافوا منه، فبيحاولوا يفهموا منه هو عاوز يوصل لمين. وفجأة بيدخل هايد من بره وبيشبه على كاين وبيعرفه إنه شبه حد يعرفه، بس مستحيل يكون نفس الشخص اللي في باله لأنه محكوم عليه بسنين سجن كتيرة جدا. فكاين بيوضح له إن هو الشخص اللي يقصده، فكل اللي قاعدين بيستفسروا من هايد عنه، فبيعرفهم إنه كاين أخو لينكولن الصغير، وبيوضح لهم هايد إن كاين بيكون محبوس 5 سنين علشان بوظ شغلهم. بس كاين بيعدل على كلامه وبيعرفه إنهم 7 سنين مش 5، وبيطلب منهم كاين يقفوا مكانهم وبيهدد بضرب أي حد يتحرك بالنار. بس في واحد بيفكره بيهوش وبيتحرك فعلا، بس كاين بيتعصب وبيضربه في رجله بالرصاص، وبيدي تون كيس وبيخليه يفتحه، فبيلاقي ايد روك فبيرميها بسرعة، وبيطلب كاين منهم يقعدوا ويسمعوه، وفعلا بيستجيبوا لكلامه. وهايد بيستغرب ان كاين بقى تحول لمجرم بعد ما بيطلع من السجن، فكاين بيعرفه ان هو السبب، ولينكن كمان السبب مش بس السجن. وبيطلب من هايد يتصل بلينكن ويقول له يجي فورا لأن في حوار يخص روك، فبينفذ هايد كلامه وبيبص لكاين بقرف وبيسأله عن وشه اللي متبهدل، فكاين بيقرر إنه يحكي لهم اللي وصل وشه لكده. وبنرجع فلاش باك لورا وبيفتكر كاين طلبوا فلوس من أخوه، بس لينكولن بيرفض وبيفكر شوية وبيعرف كاين إنه لازم يعمل حاجة مقابل الفلوس، وبيطمنه إنه هيطلب منه حاجة بسيطة خالص وإنه مش هيتعب فيها. فبيوافق كاين وبيروح لهايدا علشان يعرف إيه المطلوب يعمله، فبيوريله صورة ست وبيقوله هتقابلها وتاخد منها الشنطة بتاعتها، الموضوع بسيط جدا ما تخافش يا عم. وفجأة بيلاقي كاين نفسه في السجن وبيتضرب من المجرمين. في الوقت ده بيوقعوه على السلم وبيضربوه في وشه وبيكسروا فك اسنانه، فبيتعالج بس بيتبقى أثر مخيف لأي حد يشوفه. وبتروح أمه تزوره وبتعرفه إنه مش معاه فلوس تجيب له محامي، فبيسألها عن لينكولن فبتعرفه إنه مشغول جدا فمش هيجيله. فبيطلب منها كاين تعرف لينكولن إنه عاوز يتكلم معاه في حاجة مهمة ومش هينفع تتأجل، وبيفكر كاين مع نفسه إنه لينكولن ما سألش عنه حتى، وبيقرر يعتمد على نفسه وما يستناش حاجة من أخوه. بس للأسف في اللحظة دي بيجي 2 حجمهم ضخم وبيقفلوا عليه الباب وبيحاولوا يضربوه، وبتكون معركة طاحنة ما بينهم وبينتصر عليهم فعلا. بس الحلو مش بيكمل، بيتحكم على كاين بسنة سجن كمان، فبيتعلم شوية حركات علشان يدافع بيها عن نفسه لو حد هاجمه، وإلا حاسبه بيلاقيه فعلا واحد بيهجم عليه وكاين بيضربه. فالراجل بيهلوس إن ده ب20,000 دولار، فبيسألوا كاين عن موضوع الفلوس، فالراجل بيعرفه إن أخوه بيدفع لهم فلوس علشان يضربوه. هو بيتحول كاين لقوة لا يستهان بيها، وحش كاسر، وكل مرة حد بيهجم عليه بيعرف يتخلص منه. بس الغدر وحش يا صديقي، وبيجي شخص عملاق لكاين وبيكب حاجة بتحرق وشه، ولما كاين بيضربه بياخد 2 سنين عقوبة. وكالعادة مش بيتحسب له إنه بيدافع عن نفسه، لكن بيتجدد حبسه علشان بيعمل شغب. بيقرر كاين إنه ما يستسلمش وبيتدرب أكتر، بس أخوه مش بيسيبه في حاله وكل يوم بيأجر ناس علشان تضربه. وفي مرة بيتضرب كاين بسلاح حاد في جنبه، بس كالعادة بيتحكم عليه إن عقوبته تزيد لأن في سجين فقد حياته، وزي ما بيقولوا الضغط بيولد الانفجار.
بعد ما كان كاين بيخاف من الشرطة بقى بيهجم عليهم وبيتجدد له سنة ورا سنة وبيستغرب ازاي بيتعاملوا معاه كده. وبعد وقت طويل بتزور أمه وبيقرر إنه يعرفها حقيقة لينكولن، بس هي بتحكي له إنها مريضة سرطان وبتتعالج وإن لينكولن مش مهتم بيها أصلا، فبيفضل إنه يسكت ويسيبها مخدوعة في أخوه. وبعد فترة بيلاقي إن الشرطة بتسمح له يروح يزور أمه 5 ساعات، فلما بيوصل بيكتشف إنها ماتت حتى قبل ما يشوفها. فبيركب الأسانسير مع 2 من الضباط وأمن المستشفى، فبيخلص على الضباط وبيضرب الأمن يدوخه وبيهرب على الفور. وبنرجع للحاضر تاني وبيطلب كاين من هايدي إنه يقعد على ركبته ويسكت لحد ما لينكن يجي، فهايدي بيستغرب إزاي يتحول لمجرم كده. فكاين بيعرفه إنه لما كان بيسرق الشنطة من ماربل بتفضل تجري وراه، فبيستغرب هي ليه بتعمل كده، وبيعرفها إنه هيسيب شنطتها بس هياخد الكيس اللي فيها، وإنها بتفضل تجري وراه برضه وما بيكونش فاهم في إيه، لحد ما بتيجي عربية تخبطها فبتموت على الفور. والشرطة بتمسكه، وفي التحقيق الضباط بيعرفوه إن ماربل عندها 49 سنة وإنها أم وجدة، وبيسألوه ليه قتلها، فكاين بيدافع عن نفسه لأنه ما عملش حاجة، بس الضابط بيعرفه إن لولا سرقته للشنطة ما كانش كل ده هيحصل، وبيكشف له حقيقة لينكولن لأنه بيشتغل في الممنوعات وبيستغله زي الأهبل. وبيعرفه إن لينكولن وهايد عملوا أكتر من 150 جريمة قتل، وبيحكي له إن ماربل رفضت تتعاون معاهم علشان كده كانوا عاوزين يخلصوا منها، فبيطلب منهم كاين إنه يجيب المحامي بتاعه، بس الضابط بيرفض فبيأكد لهم إن ده حقه، لكنهم مش بيوافقوا برضه على طلبه. وبيحاول الضابط يتفاوض معاه إنه يعترف على أخوه، بس كان بيعرفه إنه ما عندهوش أي معلومة عن شغل لينكولن، فبيهددوا الضابط إن كده العقوبة هتزيد عليه لأنه هيخليها جريمة مخطط ليها بدل ما تكون جريمة مش مقصودة. فبيخاف كاين وفي الوقت ده بيرجع يطلب محامي تاني علشان يحاول يرتب معاه القضية، بس بيتقابل طلبه بالرفض مرة تانية. وبيبص الضابط للمساعد بتاعه علشان ياخد كاين ويتعامل هو معاه، وبياخد المساعد كاين وبيربطه في الكرسي وبيضرب فيه، فبيعرفوا كاين انه ممكن يضربه بس المساعد مش بيخاف من تهديده، فبينفذ كاين كلامه وبيضربه جامد جدا لحد ما المساعد بيعرف يسيطر عليه بالعافية، وبيبهدله وبيخلي وشه كله يجيب دم، وبيتريق عليه وبيهدده إن القطط لما بتبهدل الدنيا بيكسروا مناخيرها، وبيضغط على وشه وهو في الأرض. في وقت ما كاين بيحكي عن اللي حصل له في السجن الباب بيخبط جامد جدا، فبيخلي صاحبة الملهى بيقول تفتح الباب، بس قبل ما تفتح بيعرفها إنها ما تقولش أي حاجة عنه. وبيدخل لينكولن ورجالته اللي بيتفاجئ بإن كاين موجود، فبيحاول يبين إنه مبسوط إنه طلع من السجن، بس كاين مش بيصدقه، واصحاب لينكولن بيعرفوه ان كاين ضرب واحد منهم واغمى عليه، فبيشوفه فعلا وبيلاقيه ميت، وبيعرفوه انه خلص على ركه وقطع ايده. في الوقت ده بيكون كاين مثبت هايد، فبيطلب لينكولن منه انه يسيبه لكن هو بيرفض، وبيحكي كاين عن اللي اتعرض له في السجن من كسور في العظم في اسنانه والندبات اللي في وشه، فبيتريق هايد عليه، فبيتعصب كاين جدا وبيضربه في وشه بالسلاح. بيخاف لينكولن وبيستغرب ازاي اتحول لمجرم مجنون كده، فبيحكي كاين عن بهدلة السجن في وسط المجرمين والقتلة، وبيعرفه انه تعرض لكسور في العظم وسنانه متبهدلة وفي ندبات في وشه كله، وبيسأل كاين لينكولن ليه عمل فيه كل ده، فبيعرفه انه كل ده علشان هو اعترف عليهم، بس كاين بينكر انه اعترف بأي حاجة. وبيعرفوا لينكولن ان كان في ضابط اسمه ايفنز كان تبعهم وهو اللي بيساعده في السجن، فبيتعصب كاين وبيسأله ازاي يصدق ايفنز ويكذبه هو، وبيعرفوا ان ايفنز كان بيوصل كل الكلام كذب، فبيقترح لينكولن انهم يتواصلوا مع ايفنز ويجي يسألوه عن اللي حصل، بس كاين بيعرفوا انه مش هيرد لانه مات. وبنكتشف يا صديقي ان ايفنز هو الضابط اللي كان بيضرب كاين في الاول وبيحاول يدبسه في الجريمة وبيرفض انه يجيب له محامي، وان هو السبب في زيادة عقوبته كمان. بيفتكر كاين ازاي جاب ايفنز عنده، واللي بيستغرب ان كاين قدر يهرب، فبيعرفه كاين انه هينتقم منه لانه بيوصل لاخوه انه اعترف عليه، بس ايفنز مش بيكون خايف من كاين وبيعرفه انه ظابط وهيقتله عادي وهيبقى دفاع عن النفس. فاللحظة دي بيهجم كاين عليه وبتكون معركة شرسة جدا والاتنين بيضربوا بعض ضرب قاتل،
وبيعترف إيفانس بإنه كذب على لينكولن. في الوقت ده بياخد كاين آلة حادة وبيضربه على دماغه فبيموت على الفور. في الوقت ده بيحكي كاين عن موت أمه وإنها ملحقتش يشوفها، وبيسأل لينكولن هو كان فين لما أمه ماتت، فبيعرفه إنه كان في الشغل. وبيحاول لينكولن يقنعه إنه ينسى كل اللي حصل ويعيش حياته. فبيسأله كاين عن كل الناس اللي هو أذاهم، فبيشرح له لينكولن وهايد إن الناس دول ملهمش أي قيمة ولا لازمة في الحياة أصلا. وبيستفزوا هايد بكلامه إنهم بيجمعوا فلوس وبس، وهو ده كل اللي يهمهم، وإن الناس دول ما كانوش بيدفعوا، كان عليهم ديون. فكاين بيتعصب جدا وبيخلص عليه، فلينكولن بيهدده إنه ممكن يخلص عليه، وبيعرفوا إنه روك كان ممكن يديله فلوس لكن هو كان غبي وقتله. وبيوري كاين التليفون للينكولن وبيسأله عن المحاسب بتاعه، فلينكولن بيكون مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. فبيحكي له كاين ازاي راح لستوبكس وهدده علشان ياخد كل فلوس لينكولن مقابل انه يمشي هو واسرته من غير ما حد يتعرض له. وبيعرفوا ان ستوكس اشترى نفسه وعيلته ونقل كل فلوسه لكاين، فبيكون لينكولن مش مصدق كلامه. بس كاين بيوريله رسالة ان حساباته ما فيهاش غير 1500 دولار، وبيهددوا ان كل اللي عمله في الناس لازم يردهوله. وبيعرفوا إن حق العائلات الغلبانة اللي كان لينكولن مدينهم لازم يرجع. وبيعرفوا إنه كان بيكتب أسمائهم في السجن وبيحفظها لحد ما يطلع علشان يجيب حقهم. وبيعرفوا إن الضابط كان بيزوره في السجن وبيقوله إنه لينكولن بيبعت ناس علشان يقتلوه، وبيطلب منه يقوله أي معلومة يعرفها عنه. وبالفعل بيوافق كاين وبيعرفه كل حاجة، بس بيطلب يشوف أمه قصاد كده. وعند كاين بيعرف كل الموجودين إن اللي عاوز يمشي هيسيبه عادي، بس هو عاوز يوصل للينكولن. فبيهددوا لينكولن إن هو معاه بس طلقتين لكنه بيكون معاه 10 طلقات، فبيعرفوا كاين إنه مش عاوز غيره. فبيحاول يخوفه بإن رجالته هيقطعوه ومش هيسيبوه يطلع من مكانه، فبيأكد له كاين إنه مش خايف من تهديداته. في اللحظة دي بتستغل بيول انشغالهم في الكلام وبتضرب كاين بإزاز على دماغه. بس لحسن الحظ كاين ما بيدخش وبيضرب واحد من صحاب لينكولن وبيخلص عليه، وبيهجم كل الرجالة على كاين، وتوم بيجري بسرعة وبيروح يجيب سلاح وبيضرب صاحبه بالغلط، وبيضربوا بعض بعنف وبيكسروا كل حاجة في المكان، وبيشتد الضرب ما بينهم. وفي الوقت ده واحد بيضرب كاين في جنبه بآلة حادة. وبعد وقت مش طويل بنشوف إن كاين بيخلص على كل الموجودين ومش بيكون باقي غير لينكولن، وبيهددوا لينكولن إنه مش هيسيبه وهيطارده طول حياته. وبيستغرب كاين ليه أخوه بيعمل فيه كل ده، فبيعرفه إنه علشان كل الناس بتحترمه وبتحتقره هو، وبيخليه مشغول وبياخد بندقية علشان يضربه. فبيضحك كاين وبيعرفه إنه كان فيها بس طلقتين وهو ضربهم، وبيمسكوا في بعض وبيقول بتدي لينكولن سكينة وبيحاول يضرب بيها كاين، وبيحط السكينة على رقبته بس كاين بيقدر يزقها وبيضربه بيها. وبيطلع كاين بره الملهى وبيقعد على الأرض، وبيفتكر لما خلى المحاسب بتاع لينكولن يحول كل الفلوس للأسر اللي اتأذت منه. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وياريت تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.